بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم 4 مارس 2013. أنا بقالي 3-4 أيام مش نايم بسبب الأحوال اللي بورسعيد ومتابعتي لكل دقيقة في بلدي وحبايبي وأهلي ورجالة مصر. الحاجة اللي زعجاني، وانا يعني ارجو الناس تعذرني، لكن البورسعيدية بيعتبروا نفسهم طلعوا من مصر، لان المصريين سايبينهم يتعامل فيهم ويتذبحهم ومفيش حد. ده انتم ايام غزة كانوا المصريين بتقلب الدنيا. النهاردة في بورسعيد بقالنا 3-4 أيام أهلي وحبايبي ما شفناش حد طلع ويتجمع عشان خايفين من الأطرس. خلاص خافوا، بس احنا حاسين بصراحة اللي المصريين وحتى جبهة الإنقاذ وكل الجبهات السياسية وكل الناس اللي دايما تطلع وتدافع عن حرية الإنسان، نقابات مصر كلها ما شفناهاش طلع عشان بورسعيد أيام ما كانت بتطلع على غزة. احنا حاسين اللي احنا خلاص اتبعنا، ولكن أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، من النهاردة اللي مش هيفوت يوم في وجودي في أمريكا ألا هقول الشعب الأمريكي من هما إخوان المسلمين، من هما إخوان المسلمين. أنا ماليش دعوة باللي حصل مع أمير قطر، وفي ذلك الوقت كان جون كيري كان سنتر أيام الثورة وقبل الثورة، وضبهم للإخوان يمسكهم، وأوباما وافق. ولكن احنا كشعب هنا، شعب في أمريكا، وأرجو من إخواتي البورسعيدية والمصريين في الخارج وفي أمريكا بالذات إن هم يحطوا إيدهم معايا، وهنروح واشنطن وهنروح كل كلية أنا درست فيها ودرست فيها، أروح وأتكلم مع الشعب والشباب الأمريكاني عشان أقول له من هم الإخوان الذي يحكمون مصر، واللي بيعملوه ببورسعيد هيدفعوا حقه في يوم من الأيام. أقسم بالله العظيم يا إخوان اللي انتوا في يوم من الأيام هترجعوا تاني لجحوركم، هترجعوا تاني تحت الأرض، لأن الطريقة اللي انتوا بتحكموا بيها دي ومركزين عن بورسعيد ومركزين على ان الجيش يضرب في بورسعيد والجيش يبقى شكله وحش. لا، علاقتنا مع الجيش من 56 67 73 علاقة قوية. أنا بعمل الفيلم عن مرسي من يوم ما طلع من السجن وعلاقته مع جون كيري وأوباما وإسرائيل وحماس، وهقول للعالم أجمع إيه اللي حصل، إزاي الثورة اللي احنا في 18 يوم كشعوب العالم كلها كنا فرحانين، اتعمل ايه في الثورة دي واتسرقت ازاي من الإخوان باجتماعاتهم السرية لنهب مصر ونهب الثورة. أنا بصراحة
زعلان جدا 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 من كل النشطاء السياسيين في مصر والفنانين. يعني بصراحة الدم البورسعيدي بقى دم رخيص، ولكن احنا اغلى الناس. انا بصراحة تعبان يعني، وحاسس ان الشعب المصري ما عادش عنده قلب ان يشوف شباب، ان يشوف عبد الرحمن مرمي عليه من البوليس حجر رخامة، وزميله يشيل مخه عشان يوصلها للمستشفى. يتعمل فينا ايه اكتر من كده عشان تحسوا؟ ده احنا شعب واحد. الألم اللي في قلبي إن شاء الله هحوله لجهد واجتهاد للقضاء على الإخوان، وفي كل كلية وفي كل مكان هروحه هقول من هم الإخوان. أقسم بالله العظيم من النهاردة أيها الأحباب البورسعيدية في أمريكا، أيها الأحباب المصريين في أمريكا، أيها المسلمين في أمريكا، حطوا إيدكم في إيدي وإن شاء الله هنشيل الإخوان، وهنضغط على الإدارة الأمريكية اللي هي تسحب الثقة منهم. وده الحاجة اللي أقدر أعملها. ما تدهمش 250 مليون كاري ادهولهم امبارح. عشان ايه؟ عشان يشتروا سلاح للداخلية يموتوا اخواتي واهلي. اقول ايه لأول مرة احس ان المصريين مش خايفين على اهلي في بورسعيد. اقول ايه على المصريين اللي جوا عندنا ببورسعيد وصيفوا ببورسعيد. اقول ايه على المصريين اللي احنا حمانا اجدادنا وامهاتنا وابائنا حموا مصر في 56. اقول ايه للمصريين اللي احنا هجرنا من بلدنا من 68 ل 74 ودفعنا حق الجهاد وحق الدفاع عن مصر. اقول لكم ايه بس؟ اقول لكم ايه؟ فين قلبكم؟ فين عزكم وكرمكم؟ ده احنا منكم. انا عارف اعمل ايه وان شاء الله هعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد بدرية في يوم من احزن ايامي وربنا يستر. السلام عليكم.